السلام عليكم البنات، نتمنى الفيديو ديال اليوم تلقاكم في احسن الاحوال. شحال هادي ما درت معكم شي وصفه، بقيت غير الفلوق تنسيت الوصفات. ولكن رجعت لكم اليوم بوصفه ديال التفاح، حيت دابا اصلا موسم التفاح يعني موجود تبارك الله. مهم ما نطولش عليكم، انا نخليكم مع المقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 2 ديال البيضات بحراره المطبخ، قبيصه ديال الملح لتحسين الذوق كيف ديما، وغادي نحتاجو كذلك واحد الفاني، غادي نضيف نص كاس ديال السكر سنيده، وغادي نضرب مزيان. تقدروا تستعملوا الفوي اولا حتى الخلاط الكهربائي، ماشي مشكل. غادي نخلط حتى يتجانسوا ليا. من بعد هنا غادي نضيف نص كاس من الزيت النباتيه. القياس راه قياس ديال كاس العنبه، المهم نفس الكاس هو اللي تعبروا به كلشي. غادي نخلط عاود مزيان حتى يدخل ليا داك الزيت مع المكونات. انا غادي نضيف نص كاس من الحليب، وكذلك واحد الياغورت بنكهه الفاني. من الاحسن ديروا نكهه الفاني، المهم الا بغيتوا تبدلوا في المذاق يبقى لكم الاختيار. وغادي نخلط كلشي بطبيعه الحال، ومن بعد عاد غادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق هنا غادي نغربل 2 كيسان ديال الدقيق. الكاس الاول بوحديتو، والكاس الثاني غادي نضيف عليه خماره ونصف. بالنسبه للدقيق راه على حسب النوعيه ديال الدقيق. كاين الدقيق اللي دغيا كيشرب، وكاين اللي لا. المهم نتوما على حسب شنو عندكم راكم تزيدوا الدقيق وكتخلطوا. الخليط خاصو يكون شويه ثقيل، يعني ما يكونش خفيف بزاف، باش من نبغيو نحطوا فوق منه التفاح ما ينزلش لنا لتحت من يكون كيطيب. هنا غادي نخلط الخليط ديالي هكا غير بالفوي حتى ما يبقى ليا لا حبيبات لا والو. انا من بعد زدت، نتوما تشوفوا هنا الخليط ما تقاليش بزاف، زدت واحد نص كاس تقريبا ديال الطحين، وباش عطاني القوام المناسب اللي كنت كنقلب عليه. صافي هنا هذا هو القوام اللي كنت باغا. فغادي نجيبو مول، تقدروا تستعملوا اي مول عندكم، يا البيريكس يا مول كيتحل من الجنب. كان عندكم ورق الطهي ديروه، ما كانش راكم غادي تدهنوا المول ديالكم بالزبده وترشوه بالدقيق. غادي نخويو في المول ديالنا الخليط اللي درنا، ونحاولوا اننا نساويوه مزيان باش ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. خبطت شويه المول ديالي باش تساوى لي الخليط. ومن بعد هنا غادي نجيب التفاح، تقدروا تستعملوا التفاح الاحمر او اللي متوفر عندكم. هنا درت تقريبا قياس تفاحه ونص. نتوما على حساب اللي بغيتو، واش بغيتوها كل عامره تفاح او لا غير شويه. صافي غادي تقطعوا التفاح هكا على هذا الشكل، وغادي نعصروا عليه واحد شويه ديال الليمون باش حامض، باش ما يكحلناش التفاح.
وغادي نستفو على حسب التقديم اللي حنا بغينا. هنا انا درت هنا غير في الجناب ودرت شويه الوسط، وغادي نزيد هنا شويه ديال اللوز افيلي. هادشي كيبقى اختياري، يعني كيف قلت لكم التقديم كل واحد واللي متوفر عنده واللي كيعجبو. تقدروا ديروا اللوز افيلي، تقدروا ديروا الزبيب، تقدروا ديروا البيبي دو شوكولا، تقدروا ديروا غير التفاح بوحديتو بلا حتى شي اضافه. وصافي غادي نستمر هكا. غادي ندير داك اللوز افيلي ديالي، ومن بعد غادي نرش واحد شويه ديال القرفه، حيت نتوما عارفين بان القرفه كتواتى مع التفاح. وصافي وغادي ندخل الكيك ديالي الفران. انا صراحه كندخلو الفران بارد، وعاد كنشعل عليه غير لتحت على 180 درجه، وكنخليه حتى كيطيب حتى كيتحمر لي الكيك. وكنزيد نحمرو غير شويه من الفوق، وانتم على حساب الفران ديالكم كيفاش داير وكيفاش مورفين كطيبوا فيه الكيكه. هنا كيف تشوفوا البنات، هي الكيكه ديالي طابت تحمرات، كانت شويه غادي تحرق اللوز كان شويه غادي تحرق مازال. صافي غادي نخليها هكا تبرد، عاد غادي نحيدها من المول ديالها وهنحطها في طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديال التفاح ديالنا ديال اليوم. كيجي غزال صراحه، كيجي رائع المذاق، ما كيكونش حلو بزاف. بغيتوا انكم دهنوه من بعد بالناباج دهنوه، بغيتوا ديروا عليه شويه ديال السكر كلاصي ترشوه من الفوق، راه كيبقى الاختيار لكم. انا هنايا غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. صراحه الكيكه كتجي خفيفه. الحلاوه ماشي شي كيكه حلوه، حيت بعض المرات كنديروا واش كيكه تفاح كيجي الحلاوه زايده. انا الحلاوه ديالها هي هذيك. المهم ما نزيدش نشكر لكم. نتمنى ان لا غوسيت ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وانكم تجربوها وتفرحوا بها وليداتكم. واللي مازال ما اشتركش معايا في القناه من هذا المنبر كنتمنى انه يشترك ويفعل زر الجرس باش يتوصل باي حاجه جديده كنحطها، ويدير كذلك جيم ويبارطاجي مع الاحباب والاصدقاء ديالو باش لا فيديو توصل لاكبر عدد من الناس. و شنو غادي نقول لكم، وخليت لكم الراحه. نتمنى ان الفيديو اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وخليتكم على خير حتى نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.